الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع أو الخامس بحمد الله عز وجل من اللقاءات الشهرية التي تقام في هذا المسجد. وقد عنون هذا اللقاء، وهذه اللقاءات يقيمها أئمة المساجد كما أعلن عنها، فالذي يقيمها هم أئمة المساجد من مساجد أخرى من غير هذا المسجد. وهذه الكلمة اليوم إن شاء الله التي أعلن عنها هي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، التي يتفضل بها الإمام دكتور محمد طالبي إمام مسجد الإمام ابن باديس المسمى مسجد البطوطة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصاياه كثيرة لأصحابه، لأبي هريرة ولغيره من الصحابة، بن عباس بن عمر ومعاذ بن جبل، وصايا كثيرة والأحاديث كثيرة، لكن المقصود هو العمل. المقصود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات هو العمل، لأن الله عز وجل قال: فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت. المقصود من الأوامر هو الاستقامة عليها والعمل بها، لأن الذي يتدبر ويرى أحوال الناس ومجالسهم، الأقوال كثيرة والكلام كثير والخوض كثير، لكن العمل قليل. الخوض كثير والكلام في مسائل الشرع كثير، والعمل أقل القليل إلا من رحم الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا. ويتفضل الأخ جزاه الله خير. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نلتقي في هذا المسجد المبارك الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته.
وقبل أن نشرع في موضوع هذه المحاضرة أود التنبيه على نعمة عظيمة. هذه النعمة التي نحن فيها الآن، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه على جماعة في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه وهم في المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله على ما أنعم به علينا وهدانا إلى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله جل في علاه يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. فهذا الحديث أيها الإخوة في الله حديث عظيم يبين فضل هذا الاجتماع. فأنتم أيها الإخوة جئتم إلى هذا المجلس تذكرون الله عز وجل وتسمعون ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبشروا إذن بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يباهي بكم الملائكة. ثم إن موضوع هذه المحاضرة وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وبينه لنا ودلنا عليه وحثنا على فعله صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه ورهبنا من التقرب إليه، فصلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الوصية التي هي موضوع هذه المحاضرة رواها الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؟ قال أبو هريرة أو قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة قال: فأخذ بيدي فعد 5. فقال صلى الله عليه وسلم:
اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهذه أيها الإخوة في الله وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت في ضمنها جملة من الوصايا، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وستلاحظون ذلك في شرحنا لهذه الوصية العظيمة. ولنبدأ من أول هذه الوصية، ومن راوي هذه الوصية وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل اسمه أو اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بكنيته أبو هريرة، لذلك اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، لكن الأشهر عند أهل العلم أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن صخر، ويكنى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أيها الإخوة في الله أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني تأخر إسلامه، فقد أسلم في السنة 7 للهجرة في أو بعد خيبر، لكنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه وحفظ عنه ما روته هذه الأمة عنه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا قد يقول قائل: الصحابة الذين كانوا قبل أبي هريرة وطالت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أين ذهبت أحاديثهم؟ ولماذا لم يرووا هذا الكم الهائل الذي رواه أبو هريرة؟ حتى قال بعض الناس: أكثر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستشكال أجاب عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغه أن بعض الناس يقول أكثر أبو هريرة، فقال رضي الله عنه وأرضاه، والحديث ثابت في الصحيحين، يقول: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي، أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. فيبين أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه
السبب الذي أكثر فيه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذر لإخوانه من المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين كانت لهم أراضي، عندهم نخيل، فهم يشتغلون في تلك المهنة، والأنصار والمهاجرون كانوا تجارا فيشغلهم السفق بالأسواق. فعندما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في بيته، فأبو هريرة كان ماكثا في المسجد، كان من أهل الصفة، والصفة هذه مكان كان مظلل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه الفقراء، يسمون أهل الصفة، فكان أبو هريرة معهم رضي الله عنه وأرضاه، فكان يشهد جميع المجالس للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رضي الله عنه: أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه. فلذلك أيها الإخوة، تلاحظون الآن أن الرافضة أو الشيعة يقدحون في حديث أبي هريرة، أو يقدحون في أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم يعلمون إن صار عند الناس شيء في قلوبهم من أبي هريرة فإنه ترد سنة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا نقدح فيه لنرد سنة رسول الله. فالواجب علينا إذن أيها الإخوة أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضلهم وسابقتهم ولرضا الله سبحانه وتعالى عنهم. فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أيها الإخوة كما قلت هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اشتهروا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت أحاديثهم عن 1000 حديث هم 7، أبو هريرة على رأسهم، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهؤلاء 7 تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهم الحافظ السيوطي رحمه الله في منظومته في الحديث فيقول: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، البحر ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي رضي الله تعالى عن هؤلاء الصحابة وعن الصحابة أجمعين. إذن فهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الجملة حث منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على طلب العلم، لأنه مصدر العلم صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه من الكتاب والسنة. فيقول لهم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. يحث صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، لأنه بالعلم يعرف العبد كيف يعبد ربه، بالعلم يعرف العبد الخير من الشر، بالعلم يعرف العبد التوحيد من الشرك، ويعرف السنة من البدعة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على طلب العلم كما جاء في هذا الحديث.
وكما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي أن رجلا خرج من المدينة وأتى دمشق، دخل مسجدا بدمشق يسأل عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتاه فقال له: بلغني أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لأسمعه منك. قال له أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة؟ قال: لا، إنما جئت لأسمع هذا الحديث منك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم، أو قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يبين فضل طلب العلم، وأن من اجتهد في طلب العلم فإنه يسلك طريقا إلى الجنة. وما مجيئكم لحضور هذا المجلس إلا خروج في طلب العلم، فما علينا إلا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى لننال هذا الأجر العظيم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، هذا فيه حث على طلب العلم. وقد جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضيلة طلب العلم. وقد سمعتم شيئا من السنة ومن القرآن. يقول ربنا جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية كما قال المفسرون فيها منقبة عظيمة لأهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء معه ومع الملائكة على وحدانيته سبحانه وتعالى. استشهدهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقنا، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. فاستشهد الله سبحانه وتعالى أهل العلم على هذه الكلمة العظيمة، وهذا يدلنا على فضيلة طلب العلم. وفي هذه الآية حث لكل مسلم أن يتعلم أمر دينه وما يجب عليه اتجاه الله سبحانه وتعالى وتحقيق عبوديته جل في علاه. إذن
ففي قوله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات هذه المعاني العظيمة من الحث على طلب العلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيعمل بهن، لأن العلم لا بد له من عمل، والذي يعلم ولا يعمل فهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الذي يتعلم العلم ولا يعمل به سيكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة، لأن الله عز وجل يرفع بهذا العلم، ومن تنكبه وجعل ولم يعمل بهذا العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى فإنه يغضب عليه سبحانه وتعالى. لذلك غضب على اليهود لأنهم عرفوا الحق وأتاهم الله العلم ولم يعملوا به، فغضب عليهم سبحانه وتعالى. وأمرنا أن نستعيذ من طريقهم، ففي كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الحق ولم يعملوا به. كذلك الذي يتعلم العلم ولا يعمل بهذا العلم فإنه أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما جاء في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بهذا العالم أو قارئ القرآن فيعرفه الله نعمته عليه، يا عبدي ماذا صنعت في هذه النعمة؟ يقول قرأت القرآن وعلمته وفعلت، يقال كذبت، ولكن ليقال فلان قارئ وقد قيل. إذن فالعمل هو ثمرة العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته هذه حث على العمل بعد العلم. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن. إذا تعلمت فعليك بالعمل. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عملوا به فبورك لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا أدل على ذلك مما ثبت في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة، يعني في كل يوم تطوعا غير فريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 ركعة من حافظ عليها في كل يوم 4 قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. والشاهد هو قول أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل العمل بما علم. ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي هذا الحديث عن أم حبيبة عنبس ابن أبي سفيان رحمه الله فيقول ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي هذا الحديث عمرو بن أوس عن عنبس بن أبي سفيان ويقول ما تركتهن منذ سمعتهن عن عنبسة عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي هذا الحديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس ويقول ما تركتهن منذ سمعتهن عن عمرو بن أوس عن عنبس بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل حال السلف أيها الإخوة
في العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العمل بما تعلموه من سنته صلى الله عليه وسلم، لترى البون الشاسع بيننا وبينه. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم عاملين بسنته عليه الصلاة والسلام وبما تعلموا منه، كما كانوا يقولون: كنا إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا، تعلموها كلها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فالعمل أيها الإخوة هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. فلا بد إذا رزقت بعلم أن تعمل به، وإلا فإن هذا العلم سيكون حجة عليك يوم القيامة، وخاصة من تعلم القرآن، من حفظ كلام الله عز وجل فليجعل نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد إذن من العمل بما تعلمنا. فاسمعوا هذه الوصية: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قبل ذلك إذا طلبنا العلم وتعلمنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، ثم عملنا به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بهن. العبد إذا حصل علما وعمل به حصل الكمال في نفسه. الكمال البشري لكل واحد منا يحصل له بهذين الأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا وفقت أيها العبد إلى هذين الأمرين فأنت على نعمة عظيمة: العلم النافع والعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وفقت أيها العبد إلى علم نافع وعمل صالح عليك أن توصل هذا الخير إلى غيرك. كيف ذلك؟ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبتعليم هذا العلم النافع كما دلت عليه هذه الوصية. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. هذا فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الدعوة لها ضابط، وهو أن تكون على بصيرة، أن تكون على بصيرة بما تدعو إليه. إذا تعلمت شيئا وعلمت هذه السنة وأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها إلى غيرك تأخذ فيها أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لكن كما قلت لا بد أن تكون على بصيرة. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى باتباعه في قوله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا حقق العبد الكمال في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح يسعى جاهدا في إيصال النفع لإخوانه، وذلك بالدعوة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعلم من يعمل بهن. ويدل على هذه المعاني التي ذكرتها، وهي أن العبد إذا حصل العلم النافع والعمل الصالح أن يدعو. يدل على هذا ما جاء في سورة العصر:
التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها أن بني آدم كلهم في خسر إلا من اتصف بأربع صفات، فقال جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الصورة دلت على هذه المعاني التي جاءت في هذه الوصية. فقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، هذا دليل على العلم، وعملوا الصالحات، هذا دليل على العمل، وقوله وتواصوا بالحق، هذا دليل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الذي يدعو إلى الله عز وجل يحتاج إلى صبر في الدعوة، وصبر فيما يلحقه من الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه السورة، سورة العصر، سورة عظيمة يقسم الله سبحانه وتعالى فيها لكل واحد منا أنه خاسر. الله جل في علاه يقسم أنك خاسر أيها العبد إلا إن حققت هذه الصفات. فجاهد نفسك إذن على تعلم العلم النافع وعلى العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. تأمل هنا حرص أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، كان حريصا رضي الله عنه. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وخصوصا كما في هذا الحديث أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كان يعلمه منه صلى الله عليه وسلم، يعلمه من أبي هريرة. فمرة قال صلى الله عليه وسلم: من قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حدثهم على الشفاعة، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى حرصه على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أجابه فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن فهذه الوصية أو هذه المقدمات بين يدي الوصية مقدمات عظيمة، حث على طلب العلم، حث على العمل بما تعلمنا، حث على الدعوة إلى الله عز وجل، وفيها تذكير بالحرص على طلب العلم. ثم يقول أبو هريرة: فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي فعد 5. وهذه طريقة من طرق التعليم. إذا أردت أن تعلم مثلا ولدك أركان الإسلام فقل له أركان الإسلام 5 يعرفها، فإذا عد نقصت واحدة إذن بقي شيء ناقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة وعد 5 حتى يتذكرها ولا ينساها. قال: فأخذ بيدي فعد 5، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس.
اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذه وصية ضمن هذه الوصية، بمعنى إذا أردت أيها العبد أن تحقق العبودية التي خلقت من أجلها ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك، فماذا تصنع؟ عليك أن تتقي المحارم، تتقي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، تبتعد عنه، تهجره، تبغضه، لا تقترب منه، تحقق هذه العبودية. والمحارم هنا تشمل اتيانك بالمأمور وتركك للمحظور، تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتجتنب ما نهاك عنه، فتكون أعبد الناس. هكذا يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أوامر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونواه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موقفك أنت أيها العبد إذا أردت أن تحقق العبودية لله جل في علاه، فامتثل ما أمرت به، اعمل بما أمرت به، واجتنب ما نهيت عنه، وصدق ما أخبرت به من الكتاب والسنة. هكذا تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وأول ما تتركه وتجتنبه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإياك والشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر إذن يا عبد الله، فإن الشرك ظلم عظيم كما وصفه الله عز وجل. من الشرك الاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والطواف بالقبور إلى غير ذلك مما هو يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع من الشرك أيها الإخوة يغفل عنه الكثير منا، ممن ابتعد عن هذا الشرك الأكبر الذي ذكرته. هناك نوع آخر من الشرك يقع فيه الكثير وقل من ينجو منه. ما هو شرك الإرادات والنيات، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، يقول: وشرك الإرادات والنيات هو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. بمعنى أنك أيها العبد إذا أردت أن تحقق العبودية لله فعليك أن تحاسب نفسك على جميع أقوالك وأفعالك، أن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا أمر عزيز جدا. الكثير منا يتعبد ويتصدق ويعمل ولا شك أنه تخالجه في نفسه الوساوس، ويأتيه الشيطان: وفلان يراك، وفلان يمدحك، وفلان. فهذا شرك الإرادات والنيات. يريد بهذا العمل الذي هو عبادة وقرب إلى الله، يريد به شهرة أو سمعة أو حب ثناء إلى غير ذلك. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: يعني هل طلبت العلم لله؟ قال رحمه الله: لله عزيز،
لله عزيز، ولكن شيء حبب إلي فطلبته، رحمه الله ورضي عنه. وهذا أمر نغفل عنه كثيرا أيها الإخوة، فلا بد على كل واحد منا أن يحاسب نفسه ليل نهار ويجاهدها على إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى وحده. فهو شرك، هذا الشرك شرك الإرادات والنيات كما قال ابن القيم بحر لا ساحل له، لأنك إذا جاهدت نفسك من هذه الجهة أتاك الشيطان من الجهة الأخرى، إذا جاهدت من هذه الجهة أتاك من الجهة الأخرى، وهكذا أنت في صراع دائم معه. فمن أراد تحقيق العبودية فليحاسب نفسه وليبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن من ابتعد عما حرم الله أيها الإخوة فإن قلبه يطهر، وإذا طهر هذا القلب صار مقبلا على الطاعة، فإذا أقبل القلب على الطاعة تبعته الجوارح، لأن القلب هو الملك والجوارح جنوده. فإذا طهر قلبك بابتعادك عما حرم الله سبحانه وتعالى عليك فتجد في نفسك خفة في الطاعات، وهذا يلاحظه كل واحد فينا، يلاحظه في نفسه. إذا جاء موقف من المواقف المحرمة فتركه لله وحاسب نفسه واستعاذ بالله يجد حلاوة في قلبه، يجد حلاوة في قلبه، وهذه حلاوة الإيمان، حلاوة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذه عبودية له جل في علاه. إذن ففي هذه الوصية يقول صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى فابتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ربنا جل في علاه أيها الإخوة قسم الأرزاق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذا الغني ربما لو جعله فقيرا لكفر، وهذا الفقير لو جعله غنيا لطغى وتجبر، لكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قسم الأرزاق فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا. وأنت أيها العبد عبد لله سبحانه وتعالى، فعليك أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. هذا لا يعني أن من كان فقيرا لا نقول له لا تعمل ولا تطلب الرزق الحلال، لا، اطلب الرزق الحلال، لكن ما جاءك فارض به، ولا تقل فلان عنده وأعطاه وعنده وأنا ما عندي شيء. عليك أن ترضى بما قسم الله لك، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض، الغنى ليس عن كثرة المال، الغنى غنى النفس. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. لأن العبد أيها الإخوة إذا لم تكن نفسه غنية وقانعة بما آتاها الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكفيه شيء. لو ملك خزائن هذه الدنيا كلها لطلب المزيد. إذن فتذكر وصية نبيك صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وإن شئت أن تدرك هذه النعمة فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن هذه الدنيا ليست مال أيها الإخوة، هذه الدنيا قناعة بما أتاك الله سبحانه وتعالى، إذا أنت حققت العبودية له سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم. الدنيا بحذافيرها لمن صار آمنا في سربه، في بيته سالم آمن، معافى في بدنه، ما عنده مرض ولا يشكو من شيء، وعنده قوت يومه، ما يأكل في هذا الليل أو في ماذا في فطوره في المساء. هذا حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لو ساوت الدنيا يعني جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن فتذكر وصية نبيك صلى الله عليه وسلم، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أغنى الناس هو الذي يرضى بما قسم الله له. وإن أردت أن ترى فضل الله سبحانه وتعالى عليك ونعمته عليك، وأن الغنى ليس عن كثرة المال، اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى المرضى وهم يعانون من الآلام ويقاسون شدة هذه الأمراض. تجد أحدهم يقول والله لو يعني أعطيتهم كل مالي وأصبحوا معافى في بدني لأعطيته. إذن فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة إذن هي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها العبد أنك جئت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، فكذلك تخرج منها لا تملك شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كما جئت فقيرا تخرج من هذه الدنيا فقيرا لا تملك شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. نعم، نكمل بعد الأذان. نواصل إذن مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كما قلت جئت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، كذلك تخرج منها لا تملك شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، يبقى معه عمله فقط. إذن فتذكر وصية نبيك: وارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك تكن أغنى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار، وهذا الموضوع حق الجار وحق الجوار في الحقيقة يحتاج إلى درس كامل، لأن له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ضيعها الكثير منا. الجار له حق عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قرنه مع حقه في قوله جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى القريب،
والجار الجنب الجار البعيد له حق عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، وذكر فيها بعد حقه وحق يعني الوالدين وبعض الحقوق ذكر حق الجار، بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار حتى يعني ورد الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فله حق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة إلا أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. والحديث في الأدب المفرد وهو صحيح. وأخبر عن امرأة أخرى تصلي المكتوبة وتتصدق من أقط يعني الجبن المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال: هي في الجنة. إذن فالجار له حق عظيم، وليس الجار فقط الذي يسكن بجنب بيتك، بل الجار له معنى واسع. كل من جاورك في العمل، في السوق، في مقاعد الدراسة، في المسجد، في طلب العلم، هذه كلها داخلة في حقوق الجار. لذلك صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يقول: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والإحسان يشمل بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذه جماع الإحسان، هذه الأمور الثلاثة تجمع الإحسان إلى الغير. تبذل الندى يعني تقدم له المساعدة ويد الحاجة، تعينه، هذا من بذل الندى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتكف الأذى في عرضه وفي ماله، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبذل له الندى وتكف عنه الأذى وتلاقيه بوجه طلق، تتبسم في وجهه، لأن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فأنت إذا لقيت رجلا وابتسم في وجهك انشرح لك صدره، وإذا عبس في وجهك ماذا؟ نفر منه قلبه. إذن فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم يقول: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذا خلق عظيم، خلق طاهر لا يقدر عليه إلا المخلصون المتبعون، لأن النفوس هذه جبلت على أن تحب ما لها فقط. كل واحد منا يحب لنفسه، لكن الإسلام يربي أهله على هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الطاهر الكريم، أن يحب للناس ما يحب لنفسه. هداك الله سبحانه وتعالى تحب لغيرك الهداية، وفقك الله سبحانه وتعالى في علم تحب لغيرك أن يتعلم العلم، وفقك الله للمحافظة على صلاة الجماعة تحب لغيرك أن يحافظ على صلاة الجماعة، إلى غير ذلك. رزقك الله مالا تحب لغيرك أن يرزقه مالا، وهذا أمر يغفل عنه الكثير. فتجد التاجر في السوق
يحسد صاحبه، باع كذا وباع كذا، لأنه غفل عن وصية الأخرى التي ذكرناها: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يقول وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ضابط هذا الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. أنت تحب من الناس ألا يغتابوك وألا يقعوا في عرضك وألا يذموك، فكذلك أنت لا تغتاب الناس ولا تقع في أعراضهم. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هكذا بهذا الضابط تعاملهم بما يحب أن يعاملوك به. تحب الناس يكرموك يعطوك قيمة، فأنت أكرمهم وأعطهم قيمة، وهكذا. فإذن هذا خلق عظيم يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بقوله: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. في الحقيقة هذا مثال، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذه الوصية تشمل اجتناب كل ما يميت القلب، فعليك أن تبتعد عنه، ومنه كثرة الضحك. يعني نحن لا نقول أن الضحك حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يضحكون، لكن الضحك الذي لا داعي له والإكثار منه كما يفعل كثير من الناس، تنظر في جوالاتهم تجده يعني أفلام مضحكة وكذا وكذا. ألهذا خلقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خلقت في هذه الدنيا من أجل اللعب والضحك؟ خلقت لأمر عظيم وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فاحذر كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وخاصة إذا كان هذا الضحك في أمر محرم. بعض الناس يا إخواني يضحك الناس وهو يكذب في هذا الذي يضحك به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. يعني الذي يحدث الناس وهو يكذب فيما يحدث به لأجل أن يضحكهم، يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر إذن من كثرة الضحك فإنها تميت القلب، واحذر من كل ما يميت القلب، فإن هذا من وصيته صلى الله عليه وسلم. ومما يميت القلب أيها الإخوة ما نراه في هذا الزمان من اشتغال الناس بهذه الوسائل الحديثة، فتجد أحدهم يمضي فيها أكثر وقته بما لا ينفعه. بل بعض الناس تجده أو حينما تراه تقول: ما شاء الله، فتجده يمسك هذا الجوال ويلعب في لعبة للأطفال. فهذا مضيع للوقت، هذا يميت القلب. اشتغل بما ينفعك، واحذر من كل ما يميت القلب. فكما قلت الاشتغال بهذه الوسائل والله
يعني الكثير منه يميت القلب، وخاصة الذي لا يتقي الله ويعبث فيها ويحصل منه ما يحصل، فهذا يميت قلبه ولا شك. فإذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيها الإخوة يعني وصية عظيمة، وتحتاج إلى مجالس لشرحها، لكن اللبيب تكفيه الإشارة، ويكفي أننا نبهنا على ما جاء فيها من هذه الجمل. عسى أن تجد هذه الوصية أذانا صاغية وقلوبا واعية وجوارح مستعدة لتنفيذ وصية نبيها صلى الله عليه وسلم. وتذكروا أيها الإخوة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من ميراثه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الطبراني في الأوسط أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على أهل السوق فقال لهم: ويحكم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: هو في المسجد. فذهبوا سراعا، وبقي رضي الله عنه وأرضاه ينتظرهم، فدخلوا المسجد فرأوا أناسا يصلون وأناسا يذكرون الله عز وجل وناسا يقرؤون القرآن، فرجعوا إليه وقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا شيئا في المسجد يقسم. قال: أما رأيتم شيئا؟ قالوا: بلى، رأينا أناسا يصلون وأناسا يذكرون وأناسا يقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فحافظوا على صلاتكم أيها الإخوة، وجدوا واجتهدوا في حفظ كتاب الله عز وجل وفي ذكره جل في علاه، فإن هذا من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ من هذا الميراث فقد أخذ بحظ وافر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. في الختام نشكر فضيلة الدكتور أخ محمد طالبي على ما تفضل به وما أنار به. نسأله سبحانه أن ينير قلبه، يشرح صدره، وأن ينفعه بعلمه، وأن يجعلنا سبحانه من الذين يستفيدون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعملون بها، كما نسأله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يري قلوبنا وأسماعنا وعقولنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.